ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا هنا بقى الكبة، جايبة فيها قطاية وبصلتين، وهجيب قرنين فلفل وهضربهم بقى في الكبة. واحد احمر واحد اخضر. وهضربهم بقى في الكبة. ضربوا ونعموا، بس ما يعملوش قوي. حطيت فلفل اسمر وملح، واحط بهارات، واحط شوربة فورية. وعندي فرخة بقى مقطعاها، خليت الراجل يقطعها لي على 12 حتة عشان تستوي كده وهي تتشوي متبقاش نية. وكنت عاملة لها محلول نقع ونقعينها بقالها يجي ساعتين في المحلول النقع. هنا بقى هحط فيها بقى الفرخة. الأول هعصر ليمونتين واحط شوية خل واقلبهم بقى في بعضيهم واسيبها بقى مع نفسها. انا سبتها ليلة كاملة في التلاجة، عملتها بالليل وسبتها في التلاجة عشان تشرب البهارات والتتبيلة بتاعتها. اقلبها بقى بايدي واروح احطها بقى في التلاجة. اخش بقى على الكبسة بتاعت البهارات، بهارات بقى الكبسة وجمالها. هخرط بصلاية، هقطعها يعني بالسكينة. وهعمل قطاية برضو اقطعها بالسكينة، واروح حاطة خليها بس تدبل شوية، واروح حاطة القطاية عليها. نحط عليها بقى القرفة الخشب واللومي والورق اللوري والحبهان. وعندي شاشة كده جاية من السعودية حطيتها برضو فيها، وحطيت كركم وكاري، بودرة زعفران كان عندي حبة صغيرين كده حطيتهم. يعني طعمت الرز، خليته طعمه في منتهى الجمال. وكان عندي برضو كيلو كفتة ما جاهزة، من الكفتة الجاهزة من جايباها جاهزة، وديتها برضو مع الفرخة اتشوت. ما شوتهاش في البيت، شوتها بره. الرز برضو ما خدش وقت. وعملت سلطة زي بتاعت الكبابجية ديت، بيعملوها مع الأكل. سلطة سلطة كانت جميلة السلطة. انت مش محتاج اي حاجة. حطيت هنا بقى، خرطت كزبرة على شبت، بشرت قطاية، وقطعت خيار على، بس كله حتت كبيرة. والبصلية قطعتها كده كبيرة كده. وشوية سلطة كانوا في منتهى الجمال. حطيت خل عليها، وحطيت عصرت ليمون. وهنا بقى اللي هعمل سلطة الطحينة، بس ما جاتش. حطيت فص ثوم وحطيت الحاجات، ما يعني كلها كده لخبطة. التليفون كان بيسخن، كان بيفصل، معلش بقى، خيرها في غيرها ان شاء الله. متنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك. ومع الف سلامة، مع السلامة.